النهارده جاي اتكلم في حاجة ليها علاقة بازاي تكسب فلوس من الديكور. النهارده هتكلم في حتة متخصصة شوية، ازاي تكسب من الاستشارات التصميمية. طيب، الاستشارات التصميمية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان بيبقى في عميل او في حد محتاج لاستشارتك الهندسية، انك تقول له بس احط ايه فين، اجيب ايه منين، ازاي اوفر في التكلفة. عيب الاستشارات الهندسية إن هي التسويق ليها بيبقى صعب شوية، ولكن لو أنت عرفت تسوق للاستشارات الهندسية، المكسب أو العائد اللي هيكون عليك هيكون كويس جدا. ليه بقى؟ لأن الاستشارات الهندسية أنت بتبيع خبرة، أنت ما بتبذلش مجهود فعلي قوي. وفي نفس الوقت الاستشارات الهندسية أنت تقدر إنك تلعب أو تحكم في الأسعار بتاعتها، وخدمات قليله قوي اللي بتقدر تتحكم في السعر بتاعها، لان في خدمات كتير قوي بتعتمد على وجود شركه ومصروفات وكلام من ده، فانت ليك حد ادنى من التسعير. انت هنا تقدر تلعب بالسعر اللي انت عايزه. فالخدمات الاستشاريه، او انك تدي استشارات لعميل، او ان هو يكون عنده شقه او واحده عندها شقه ومش عارفه تشطبها ازاي، مش عارفه تحط حاجه فين، مش عارفه تشتري ايه منين، في حاجه عجباها مش عارفه ومش موجوده مثلا، مش عارفه البديل بتاعها ايه. فانت هنا زي ما قلت بتبيع خبره، فالحاجات دي كلها بيدفع فيها فلوس، بيدفع فيها قيمه. طيب، عشان القيمه دي تكون مناسبه لازم تفكر في حاجتين او تفكر في طريقتين. اول حاجه هتفكر العميل المستهدف بتاعك هو مستعد يدفع كام في عمليه التشطيب، ودخله قد ايه. ما ينفعش يبقى العميل بتاعك دخله 10000 جنيه وتقول له انت ان تمن الخدمه بتاعتك 10000 جنيه، لان دي خدمه مش منتج. يعني مش حاجه يعتبر انها برودكت او حاجه يفضل ماسكها في ايده زي الموبايل ولا بتاع ولا كلام من ده. فانت ما ينفعش يبقى الثمن الخدمه اللي انت بتقدمها قد او اغلى من الدخل بتاعه، والا في الحاله دي هتضطر انك تقسط. وفي الخدمه دي بتاعت الاستشارات مش هينفع فيها ان العميل يقسط. ليه؟ لان هي خدمه استشاريه ممكن تخلص في ساعتين ثلاثه وخلاص، مش حاجه مستمره لشهور عشان تقدر ان انت تقسطها. وده بيرجع لسياسه التسعير، وهتلاقوني عامل لكم فيديو هيظهر قدامكم دلوقتي فوق، كنت متكلم فيه عن حاجه اسمها سياسه التسعير، وازاي ان احنا بن او على اساس ايه بنحط التسعير بتاعنا في مينة مثلا التشطيبات ولا البتاع. فلو جيت انت دلوقتي اتكلمت كخدمه استشاريه، يبقى انت بتقول للعميل بتاعي دخله 10000 جنيه، يبقى المفروض خدمتي لا تتعدى تلت الدخل اللي بيدخل له، لا تتعدى تلت الدخل اللي بيدخل له. ادي اول حاجه او اول نقطه تاخد بالك منها. تاني نقطه، ودي مهمه جدا جدا، وهي ازاي ان انا اسوق للخدمه بتاعتي، او ازاي ان انا ابيع الخدمه بتاعتي. وده عن طريق ان انت اللي تفهم العميل بتاعك هو هيكسب ايه من استخدامه للخدمه بتاعتك او من حصوله على الخدمه بتاعتك، هيوفر قد ايه خسائر كان ممكن يقع فيها. خلاص، إيه هتسهل عليه وتسرع له على العمليه قد ايه بسبب ان انت اديت له استشاره تصميميه. طيب، الاستشارات التصميميه دي هل بيتسوق لها بطريقه مباشره؟ ما احنا عندنا نوعين من التسويق، في تسويق مباشر وغير مباشر. لا، الخدمات اللي فيها النوع الاستشاري انت لازم تخلي العميل يجرب خدمتك الاول. يعني ايه يجرب خدمتك؟ يعني لازم يعرف ان انت فاهم، لازم توري له نبذة عن اعمالك، لازم يشوفك مع عميل اخر. يعني ما ينفعش ان انت تسوق او تبيع خدمة زي الخدمات الاستشارية من غير ما تكون يعني بالبلدي مدوق العميل الخدمة بتاعتك. وممكن الخدمات الاستشاريه تكون مقسومه على جزئين. يعني ممكن الجزء الاولاني وهو المعاينه يكون مجاني، والجزء الثاني وهو تقديم الخدمات الاستشاريه او تقديم الافكار او الكلام ده وهو مدفوع. وبالتالي انت لما هتنزل مع العميل بتاعك ساعتها هيقدر يعرف اذا كنت فعلا عندك جوده وهو اقتنع بيك فيكمل معاك الخدمه ولا لا. هتقول لي انا كده بخاطر، هقول لك ما هو على فكره المخاطره دي لمصلحتك او لصالحك، لانها تحفزك جدا ان انت تبذل قصارى جهدك في ان انت تطلع كامل كفاءتك قدام العميل بتاعك. لان انت لو ما عملتش كده انت هتمشي وانت ما تعاقدش معاك او ما دفعلكش اتعاب يعني. وفي ناس هتقول لي هبذل قصارى جهدي وبرضه في نفس الوقت العميل مش هيدفع. اوكي ماشي، ما هو ده موجود، ما هو انت عايز تخاطر على حساب العميل.
فالطبيعي انت اللي عايز الشغل، فانت اللي بتخاطر على حسابك انت، الا لو انت ليك اسم. يعني ما يجيش الواحد بقاله مثلا 16 ولا 18 سنه في المهنه وانت لسه بتبدا في الخدمه دي وعايز الناس تبقى بتثق فيك، طب ازاي؟ خلاص. فده بيفرق جدا. عشان كده انا دايما اقول ما تقارنش نفسك بيا يعني ده انا وضع وانت وضع تاني، وانا العميل بتاعي نوع وانت العميل بتاعك نوع تاني، واحنا الاتنين هنكسب، واحنا الاتنين ان شاء الله يعني ربنا يرزقنا ويرزق الجميع. ولكن كل واحد او كل فئة ليها العميل بتاعها او ليها زبونها، يعني بالبلد ليها زبونها. بس فحبيت ان انا اعرفكم او اعرفك ان الخدمات الاستشاريه دي من الحاجات القويه قوي لو عرفت تتسوق لها، لان انت كل اللي انت بتعمله انك بتبيع خبرتك. خبرتك دي قد ايه؟ سنه هتلاقي الخدمه بتاعتك ب 1000 جنيه، 3 سنين هتلاقي الخدمه بتاعتك ب 2000 3000 جنيه، 10 سنين هتلاقي الخدمه بتاعتك الاستشاريه ب 20 و 30 الف جنيه، وهكذا وهكذا. ده كان فيديو يعني حبيت ان انا القي الضوء فيه على خدمه ممكن تكون غايبه عن بال ناس كتير. هتقول لي هو في ناس بتحتاج الخدمات دي؟ والله العظيم في ناس بتحتاج الخدمات دي، ولكن انت شطارتك انك تعرف توصل لعميلك. ما تقولش مفيش عميل، قول في عميل بس انا مش عارف اوصل له، علشان تقدر تجاوب الاجابه الصحيحه لسؤالك. ما انت لو قلت مفيش عميل خلاص هتبطل شغل، لكن لو في عميل وانا مش عارف اوصل له تبدا تقول اوصل له ازاي بقى. اذا في عملاء وفي شغل في الموضوع ده، وانا ماليش اي صالح ان انا اضحك عليك في اي حاجه. بالتوفيق للكل باذن الله.